الجيش المغربي ينجح في تجربة إطلاق صاروخ إكسترا بعيد المدى أصاب هدفه بدقة عالية على بعد 150 كم شرق المملكة. التجربة أكدت جاهزية راجمات بولس الحديثة التي دخلت الخدمة مؤخرا، مانحة المغرب قوة ردعية نوعية في إفريقيا والمتوسط. إذن اللي غلط يخلص مع المملكة المغربية. نحن جاهزين وبرافو للجيش المغربي. أي تطور في المنشآت العسكرية فهو كيقتنيها وكيتدرب عليها باش نحميو الحدود ديالنا من أي عدو صهيوني داير بينا. فالرقاد ما كاينش في الدولة ديالهم صافي. يعني شوف، تخلص تغلط تجبر الخرا ديالك في شو سميتو في مالي ولا في تكدو. علينا أن نرتدي زيا راقي من الحضارة الجزائرية إلى الحضارة المصرية. بس الزي اللي حضرتك لابساه ده مش زي جزائري اساسا، يعني ده زي مصر قديم برضه، لبس راقي من الحضاره. دي صافي، العالم الاخر توجه لمصر. ودي المصريين شنو عيدوز عليكم؟ با سولنا حنا وشنو مدوزين معاهم. غتبقى تسمع شي حوايج مصريه العالم الاخر كيقولوا ديالهم. يلا شوف شحال الكارثه العظمى. قالت لك اسيدي داك اللباس التقليدي هذاك ديال الجزائريين مازال اخوتي المصريين شي عادوز عليكم. سولنا حنا سولنا حنا اللي شي حويجات من العلاقه ديال المغرب بغاو يستولي عليه. كيقول لك الجزائر شوف، عندك الاهرامات، عندك الفرعون، عندك كل هاد الحوايج هادوما عتولي من العالم الاخر. يعني شوف، المصريين كنظن انا عارفين الدرس وفاهمين، غادي يطلعوا حتى هما يردوا، غادي يطلعوا، لان ميمكنش يخليو، لان الا خلاو العالم الاخر شو سميتو الا خلاو العالم الاخر كيتكلم صافي، كاع الثقافه وكاع الحوايج التاريخيه من مصر عاولوا في العالم الاخر. وانتم عارفين بلا ما نبقاو نقول لكم. اذا هادشي الاخوان، ما تنساوش دعمونا بلايك واشتراك اللي مازال ما اشترك في القناه ديالنا، واعطيونا الراي ديالكم وتهلاو لي فراسكم.